لو انت صاحب شركة فانت اكيد عارف ان بناء سمعة شركتك هي حاجة من اصعب الحاجات. يعني مهما كنت بتنزل محتوى او بتعمل اعلانات وبتحقق مبيعات، بس سمعة شركتك دي بتبقى حاجة بتاخد وقت عشان تبنيها. الموضوع بيبقى عامل زي اكنك بتزرع شجرة وبتستناها بعد سنين طويلة عشان تبدأ تطرح الشركة بتاعتك. والسمعة دي مش حاجة بتتبنى في يوم وليلة، ومش حاجة تقدر تعملها النهاردة أو اكتيفيتيز تقدر تعملها النهاردة عشان تبدأ تطلع لك النتيجة بتاعتها بكرة أو كمان أسبوع. لا، الموضوع بياخد فعلا وقت كبير وسنين عشان تقدر تبني حاجة زي كده. بس تقدر تسرع الموضوع ده عن طريق ان انت تزود الريفيوهات والتقييمات لسواء الخدمة او المنتج اللي انت بتقدمهم. دي هتسرع معاك جدا حتة ان انت فعلا تبني براند محترم وفعلا تبني سمعة للشركة بتاعتك بشكل كويس على الانترنت. وخلي بالك ان التقييمات والريفيوهات على الخدمه اللي انت بتقدمها او المنتج اللي انت بتخدمه مش بس هيبقى ليها اثر قدام على البراند بتاعك او على سمعه شركتك، لا ده كمان ممكن تزود في مبيعاتك في الوقت الحالي. لما العميل بيبقى شاكك في المنتج او الخدمه بتاعتك، اهم حاجه هيبدا يدور عليها هي تجارب العملاء السابقين واراء العملاء في الخدمه او المنتج اللي انت بتقدمه. وتحاول ان انت تظهر تقييمات العملاء والريفيوهات بتاعت العملاء على الصفحات بتاعتك، بحيث كل الناس تبقى شايفة قد ايه شغلك كويس وقد ايه شغلك محترم، وتبدأ فعلا تبني سمعة للشركة بتاعتك وسمعة للبراند بتاعك. ربنا يوفقنا جميعا.